طب ممكن ما تعرفش ان فعل واحد الشخص يعمله القانون يعتبر الفعل ده جريمتين مش جريمه واحده، رغم ان انت عملت حاجه واحده بس الفعل ده القانون بيعتبره جريمتين مش جريمه واحده، وبيكون ليه عقوبتين في القانون. زي ايه مثلا؟ بعت رسالة مثلا لشخص معين على وسيلة من وسائل الاتصالات، فيس او واتس او كده يعني. القانون قال لك تعمد ازعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات يعتبر جريمة. يعني مجرد كونك بتبعت رسائل لحد بلا هدف، عمال تتصل بلا هدف، غرضك بس تزعج الشخص اللي انت بتحاول تتواصل معاه، بتقرفه بتضايقه، الحوار ده كده او اللي انت بتعمله ده كده في حد ذاتها جريمة بيعاقب عليها القانون. السب والقذف جريمة تانية خالص وبرضه بيعاقب عليها القانون. فلما تشتم او تسب او تقصف حد على وسيلة من وسائل الاتصالات، انت كده عملت جريمتين بفعل واحد، والجريمتين دول مرتبطتين ببعض ارتباط لا يقبل التجزئة. ساعتها المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية بيقولك لو بفعل واحد انت عملت جريمتين والجريمتين دول مرتبطتين ببعض ارتباط لا يقبل التجزئة، ساعتها انت بتتعاقب بالعقوبة الاشد. يعني احنا بنشوف الجريمتين، جريمة السب والقذف ايه وجريمة مضايقة الغير عبر وسيلة الاتصالات ايه، بنشوف مين فيهم عقوبته اشد وبنطبق العقوبة الاشد. وفي المثال اللي انا بقوله حاليا عقوبة تعمد مضايقة الغير عبر وسيلة من وسائل الاتصالات هي العقوبة الأشد. فلو هتتحاكم هتتعاقب بعقوبة تعمد إزعاج الغير عبر وسيلة من وسائل الاتصالات. أما عقوبة السب والقذف لا، بنركنها على جنب شوية، أنت هتتعاقب بعقوبة واحدة على فعل واحد. طيب شيء فرعي هنا، بما إن الشيء بالشيء يذكر، لو الفعل ده بيعاقب عليه محكمتين مختلفتين، مثلا السب والقذف بتحكم عليه محكمة الجنح العادية، تعمد ازعاج الغير عبر وسيله من وسائل الاتصالات بتعاقب عليه المحكمه الاقتصاديه. انت دلوقتي المحكمه اللي هتحاكمك وتصدر الحكم ضدك او الشخص اللي هو مرتكب الفعل، يعني مش قصدي انت، الشخص اللي مرتكب الفعل، هل هيتعاقب قدام محكمه الجنح العاديه ولا قدام المحكمه الاقتصاديه؟ ساعتها بنشوف العقوبه الاشد عند مين. لو محكمه الجنح العاديه هي اللي عندها العقوبه الاشد، يبقى محكمه الجنح العاديه هي المختصه بنظر القضيه. لو المحكمه الاقتصاديه هي اللي عندها العقوبه الاشد، يبقى المختص بنظر القضيه المحكمه الاقتصاديه. وبما ان في المثال اللي انا ضربته او ذكرته لحضراتكم المحكمه الاقتصاديه هي اللي عندها العقوبه الاشد، ففي القضيه دي تحديدا المحكمه المختصه هي المحكمه الاقتصاديه.